قصيدة بعنوان نبذة. أنت شخص ميؤوس منه، ستبقى هشيما كلما لاح في أفقك بصيص غزالة، هشا سريع الانهيار والانصياع والانقياد أمام فاكهة الأنثى. فشلت الحياة والتجارب في تلقينك الصبر والجلد أمام بريق ولهيب نون النسوة. لن تتوب عن قصص الحب الفاشلة وقصص التحرش الأكثر فشلا. أنت شخص ميؤوس منه تماما كوشم البن المتحجر في قعر فنجان. هكذا قال لي طبيبي النفسي قبل أن أغادركم، تاركا الحياة أغلالا في أعناقكم وأصفادا مشدودة على المعاصم والأرساغ. أنت أب ميؤوس منه، تحب الأطفال أكثر مما ينبغي، وتحب الهدوء أكثر مما يريده الهدوء منك. تنسى دائما أنك أب، تتذكر دائما بأنك طفل، ولا حرج عليك من التلصص على النساء. فاشل في تربية أطفالك، فاشل في تربية نفسك. أنت أب ميؤوس منه، لكن لا خيار أمامي إلا أن تكون أبي. هكذا قالها طفلي ساخرا ومحبطا، متأملا صورتي المعلقة على حائط منزل طيني مهجور. أنت زوج ميؤوس منه، لا يمكنني إحصاء عدد عشيقاتك الحقيقيات والافتراضيات، عاجزة عن الفصل بينهن. ألتقي بك قليلا وأعيش معك كثيرا، واثقة من حبك لي. أحيانا يساورني الشك بأنني أحبك مذ عرفتك وعشقتك وأنت مصاب بسرطان الأنثى. أنت زوج ميؤوس منه، لذا أعتبر نفسي إحدى عشيقاتك وأحبك. هكذا تقول لي زوجتي كل سنة قبل مغادرتها ضريحي. أنت ابن عاق وميؤوس منه، مسرف في الحزن والقلق، موغل في الكآبة كقارب متهتك يشارف على الغرق. ستموت أبترا عديم النسل، لأنك لم تلتفت للحياة كما التفتت إليك وأغدقت عليك. مضت عقود ولم تزر قبري،
لم تسقني شربة ماء، لم تكتب عني حرفا في يوم من الأيام، كأنك لم تكن من صلبي بل من صلب الحزن والكآبة. أنت ابن ميؤوس منه، وأنا عاجز عن التبرؤ منك. قالها أبي الميت مذ كان عمري 4 سنوات. أنت صديق ميؤوس منه، كتوم حين يملي عليك القدر البوحى، ثرثار حين يلزمك المجاز بالصمت، دائم الانقلاب على قناعاتك كريح تخون جهاتها، دائم الترحال في ملكوت الأنثى، دائم الترحال في ملكوت الأنثى، كبدوي يقتفي أثر قاتله في عرض الصحراء. قضيت عمرا في عبادة عطور النساء، وعمرين في ملاحقتهن، و3 أعمار في الكتابة عنهن. أنت صديق ميؤوس منه، طماع وبخيل، كنت تريد أخذ كل نساء العالم معك إلى القبر، لكنك فشلت. ها نحن أصدقاؤك نتقاسم تركتك من الحزن والكآبة والعشيقات. قالها صديق وهو يكتب قصيدة عني.